فاكر لما اقول لك في اول حلقه انك مش بتبيع دواء، انت بتبني ثقه بينك وبين العميل؟ وفاكر لما اتكلمنا عن ازاي نشد انتباه العميل بالايديا ميثود وازاي نقنعه، وازاي نعرض المميزات والعيوب اللي موجوده في المنتج سواء بقى بالفاب ابروتش والساندوتش تكنيك؟ النهارده بقى جاي لك بحاجه هتغير نظرتك للموضوع كله، وهي نظريه تشالديني للاقناع. ازاي اقنع العميل؟ مبادئ تشالديني 6 مبادئ اهمهم اخر حاجه. وقبل ما نبدا المبادئ خليك عارف ان الهدف من المبادئ دي انها نساعد العميل مش نستغله وننصب عليه. خلي بالك كل نصب معناه ذنب، وكل بيعه بنصب معناها مال حرام. احنا بنشتغل في مهنه انسانيه، والربح الحقيقي الزبون يمشي وهو مرتاح وواثق فيك. يلا بينا نبدا المبادئ. اول مبدا وهو المعامله بالمثل. المعروف بيرجع. الناس بطبيعتها بتحب ترد الجميل. لو عملت مع الزبون حاجه حلوه حتى لو بسيطه غالبا هيرجع يشتري منك عشان يرد لك الجميل اللي انت عملت معاه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا انت موجود عندك اداه في الصيدليه موصوش، وعميل جاي يشتري معجون اسنان، فهو اشتري المعجون تقول له فين؟ خد دي هديه مجانيه، هتستعمل المعجون مع الماوس ووش هيديك نتيجه احسن. طبعا بيستعملوا في الالتهابات اللثه او التبييض. فهو انت كده فهو كده لما ياخد منك الهديه يقول لك لا ده هو اداني هديه فانا لازم ارد له المعروف اللي هو عمل معايا. او ممكن يشتري منك دواء كحه تقول له اشرب مع الدواء الكحه سوائل دافيه. ليه؟ عشان الدواء الكحه يجيب نتيجه اسرع. دي نصيحه مفيده ببلاش بتبين انك مهتم ومش عاوز تبيع، مش عاوز تبيع بس. العيد داخل علينا مثلا تدي له شوكولاته او يبقى موجود في الصيدليه كاندي لو في طفل او حاجه تديها للطفل. دي حاجات بسيطه بتفرق جامد في نفسيه العميل. وفي امثله كتيره جدا لو قعدنا نعدها. جزء العلاج الغير دوائي الموجود للامراض سواء بقى امراض الضغط والقلب وغيرها والسكر. الحاجات ديّة بتفرق جدًا مع العميل. تقول له مثلًا إنك لو نزلت كيلو بتنزل في الضغط 10 درجات في المقياس الزئبقي. فالحاجات دي كلها بتفرق. إن محيط القصر لو أقل من 85 بيبقى أحسن، بتقلل فرصة الinsulin resistant وغيرها من الحاجات المعروفة عن الأمراض العامة. مبدأ الالتزام والاتساق. الناس بتحب تكمّل اللي بدأت فيه. إيه الكلام المعاصلك ده؟ الناس بتحب تبان إن هي ثابتة على مواقفها. إيه الكلام برضه؟ ما فهمتش المعنى. يعني إيه برضه؟ ده لمّا بتخلّي العميل يقرر أو يكتب ميعاد الدوا هو بإيده، كده أنت فعّلت مبدأ الالتزام، وكل ما يمشي خطوة بيكمّل المشوار. يعني أنت بتقول له والله الدوا ممكن تاخده مرّة أو مرتين في اليوم، بس لو خدته مرتين هيدّيك نتيجة أحسن. فأنت كده بتخلّيه إيه، يميل ناحية إن هو ياخده مرتين، وفي نفس الوقت بتبقى هو العلبة موجودة في إيده وبيكتب عليها. أنا حتى لاحظت الموضوع ده مع أكتر من عميل دخل عشان يلتزم بالدوا بيطلب هو العلبة بنفسه ويكتب هو الجرعة عليه. لمّا أنا دوّرت على الموقف ده لمّا حصل معايا ودوّرت، ده اللي خلّاني أعرف مبدأ تشالديني للإقناع. أنا أصلًا ما كنتش عارف المبدأ ده، لكن في كذا عميل طلب منّي إن هو اللي يكتب الجرعة على العلبة بإيده. فلمّا أنا دوّرت عرفت مبدأ تشالديني للإقناع. كلنا لما نروح مكان جديد وعاوزين نشتري اكل بندخل على جوجل ونشوف تقييمات جوجل للمطعم ده. هو ده بالظبط المبدأ الثالث، الدليل الاجتماعي. الناس بتقلد. طب هو ليه انت بتعمل كده؟ لان الناس بتطمن لما تلاقي حد عامل الموضوع ده، فانت نفسيا بتطمن وتعمل الموضوع ده. فهو ده المبدأ الثالث من مبادئ تشالديني. طب انا هعمل ده ازاي في الصيدليه؟ والله في حاجات كتير ممكن تعملها. بتشوف ايه الحاجات الاكثر مبيعا في الصيدليه، بتكتب عليها وتحطها في مكان واضح وتكتب بيست سيلر. او ممكن تعمل جروب للصيدليه وتخلي العميل يشارك تجربته على الجروب، بحيث ان الناس تقول والله انا استعملت المنتج ده وحصل معايا 1 2 3. بحيث ان الناس لما الناس اللي موجوده على الجروب لما تلاقي في ناس فعلا جربت المنتج ده، فهي هتعوز تجرب المنتج عشان تبقى زي العميل اللي جرب المنتج معاك. ويا سلام بقى لو العلاقه حلوه بينك وبين العميل بتخلي العميل يكتب تقييمات حلوه للصيدليه على جوجل. ده بيفرق جدا مع الناس، لانك برضه لو حد جاي جديد في المنطقه بيخش على جوجل ويدور زي ما انت بتدور على المطاعم. الناس بتسمع لكلام اللي حاسينه فاهم وعنده خبره، وهو ده مبدا السلطه. عشان كده طب ده انا هعمله ازاي في الصيدليه؟ ده بيتلخص في لبسك. لازم تبقى لابس بالطو ابيض ومكوي، ويكون الاي دي بتاعك محطوط، ويكون شعرك متهندم سواء بقى هو طويل او قصير مش هتفرق، بس يبقى شكلك متهندم والاي دي بتاعك محطوط، لان ده بيدي سلطه. ويا سلام بقى وفي طريقه كلامك لما تيجي تتكلم تقول والله الماده الفعاله اللي موجوده في الدواء البانتوبرازول مثلا ودي بتتاخد كذا مش عارف ايه. فاهم ان انت تقول شويه معلومات علميه وبعدين تبسطها له. فشكلك مع تبسيطك للمعلومه وطريقه الكلام اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهات اللي فاتت دي بتبني مبدا السلطه، وده اللي بيسهل قرار الشراء عند العميل. المبدا الخامس من مبادئ اللايكنج. الناس بتحب الناس اللي شبهها، واحنا عملنا حلقه عن الموضوع ده في حلقه اذابه الجليد وازاي تخلق حاله من الود او الرابورنج بينك وبين العميل. فراجع حلقه اذابه الجليد. هو ده المبدا الخامس. الفرصه اللي بتضيع بتوجع. هو ده مبدا الندره لتشالدين. الندره هي اللي بتخلي الناس تتحرك قبل فوات الاوان. لو دخلت على اي موقع مثلا امازون او ترنديول هتلاقيك وانت بتقلب فيه كده يقول لك اخر قطعه، انت باقي مش عارف قطعه قطعتين، في عداد موجود جنبك عشان العرض هينتهي. فهو ده. فانت بتحاول تحسس العميل ان هو دي اخر فرصه، والله انا عندي عرض اخر يوم النهارده او لسه باقي فيه يومين، او اصلا المنتج ده اخر حبه ده موجوده او اخر حبتين ما عنديش ستوك منه ومش هتلاقيه في مكان تاني. فالندره بتسهل قرار الشراء عند العميل، اللي هو ان انا لازم الحق سواء بقى ان المنتج نفسه موجود او السعر ده مش موجود في مكان تاني، فانا لازم الحق الفرصه دي. دي كانت مبادئ شغلنا للاقناع. وحابب اعرفك ان في ملف بي دي اف موجود فيه المبادئ دي مشروحه بطريقه كويسه مع امثله موجوده كمان، وفي اخر الملف موجوده اسئله عشان تثبيت الفهم. فلو عجبك المحتوى اعمل فولو وما تنساش تعمل لايك، وبالتوفيق يا شباب.